وننتقل معكم إخواننا الكرام إلى ترهات النظام الجزائري. باش كتعرفوا بأن المغرب دولة رزينة، دولة عندنا لابوراتوار ديالنا مختبر، ما حنبقاوش كنعرفوا الأسماء ديال الناس اللي في هذا المختبر اللي كيفصلوا مزيان السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية، وكيعرفوا كيفاش كيحولوا الهزائم الى انتصارات. هذه معروفه عندنا، ونبداوها مثلا سنه 1979. المغرب كما كنعرفوا مسلسل استرجاع الصحراء المغربيه مر عبر مراحل. في الاول استرجعنا الساقيه الحمراء، ولكن لان عندنا روابط قبليه وثيقه كذلك مع موريتان، وافقنا على ان وادي الذهب يمشي للسياده الموريتانيه والساقيه الحمراء الى السياده المغربيه، نظرا لكي يعني القبيل بالداخل مع بعضياتهم. المهم المغرب رضى بهذه الصيغه، الجزائر يعني بالترهات ديالها وبالغباء ديالها، هذا الشيء من السبعينات تقريبا، ناضوا بغاو يسيطروا على اقليم وادي الذهب. داروا انقلاب على موريتانيا وهاجموا موريتانيا في نواكشوط، ولكن هذا التصرف الأبله والغبي ديال نظام الكبرانات خلى المغرب يسترجع اقليم وادي الذهب سنه 1979. بهذا الغباء ديال النظام الكرغوري بقاو اغبياء وكانوا يحاولون ان يكسبوا الانتصارات، وما هي الا انتصارات للمغرب. هذيك في 79 بحال اسداو خدمه للمملكه المغربيه، الله يجازيهم بخير، وكل مره كيسديو لنا خدمات. من بعد حنا نجيو حتى للمعبر الكركرات سنه 2021. النظام الجزائري جيش هذوك المرتزقه ديال البوليسيريو وقالوا لهم سيروا حبسوا معبر الكركرات باش نحبسوا التجاره المغربيه في عمق افريقيا ونعزل المغرب عن عمقه الافريقي. بسبب معبر الكركرات حررنا الطريق كلها. المرتزقه ديال البوليساريو اللي كانوا مره كيدخلوا الى الداخل المغربي والى الصحراء المغربيه ما بقاوش كيدخلوا. من بعد معبر الكركرات الولايات المتحده المغربيه اعترفت رسميا بمغربيه الصحراء، ويعني حولنا ما كانت تظن الجزائر انه انتصارا لها انتصارا لنا، وهذا الشيء كيشبه 1979. زيد من بعد ناضوا صيفطوا بربطوش الى اسبانيا للعلاج في اسبانيا، وحاولوا انهم يديروا واحد الوقيعه، واحد البلبله ما بين المغرب واسبانيا، ورجعوا اللور وكيتفرجوا وكيضحكوا ويظنون انهم انتصروا. حنا لقيناها فرصه نصعدوا مزيان مع الصبليون، وملي صعدنا مزيان مع الصبليون انتصرنا اخيرا، واسبانيا اعترفت بمغربيه الصحراء، وحولنا الانتصار الذي كانت تظن الجزائر انه انتصارها الى انتصار لنا. الجزائر حاولت انها تسمم كذلك العلاقات مع المغرب وبين المغرب وفرنسا، وناضت جيشة بعض البرلمانيين في الاتحاد الاوروبي وكذلك في فرنسا، وجبدوا الملف ديال التجسس والملف ديال بيغاسوس ووضعيه حقوق الانسان في المغرب ورجعت الجزائر للور وكتضحك وقالت واخيرا انتصرنا عن المغرب. ولكن من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. حولنا هذاك الانتصار الذي كانت تظن الجزائر انها انتصارها الى انتصار لنا، وبعده فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء بعد تصعيد غير مسبوق مع المغرب. دائما سياسه الغباء وسياسه التسرع كترجع علينا دائما بالفضل، والله يخلي لنا نظام عبد المجيد الكدبون اللي بفضله وبفضل غبائه المغرب الحمد لله يحصد الانتصارات يمينا ويسارا.